أعزائي المتابعين، معكم أحمد عماد، صحفي مصور صحفي سابق في الكويت ومراسل حربي. اليوم حديثنا، مع أنه أنا الكلام راح أتكلم في النهاية، خليني أوضح لكم الصورة. كل إنسان له قناعاته، والإنسان ابن تجربته في النهاية. هو مهما أنت أعطيته من إرشادات وتعليمات، يظل هو مرهون أو مرتبط في التجربة المباشرة في حياته. الحين كثير في مواضيع تتطرق لموضوع الجن والجاثوم وما شابه ذلك. خليني أنا أقول قناعاتي حتى لو كانت هي خطأ، إلا أنه أنا حاب أوضح هذه من خلال تجارب معينة. خلينا نتأكد أن برأيي أنا الشخصي، حتى لا أفتي، أكيد أنا ما راح أفتي، إلا أنه تجارب حصلت معاي. كنا في الكويت ساكنين في منطقة حولي، لو النقرة الشمالي، النقرة الشمالي والنقرة الجنوبي. كنا ساكنين في النقرة الجنوب، عند دوار ما يسمى بالشحرور أو دوار شحرور لبناني. أنا والله ما أتذكر الكلام هذا، كان سنة 92 93 أعتقد. الشحرور اللبناني، كنا مجموعة من المصورين الصحفيين ساكنين في بيت، في شقة مع بعض، شباب، كلنا شباب. فكان في عندنا زميل لنا دائما ينام، هو ينام بالسرير اللي جنبي. دائما بالليل، دائما وابدا بالليل تلقاه قاعد يقول ويهذر اي كلام، واحيانا نتكلم اي كلام. فالمهم القصة بان كل مرة اقوم اصحيه او احركه كذا. المهم اقول له ايش فيك شيء؟ يقول والله يا اخي ما ادري، في شيء جاثم على صدري، كل ما انام يجي هالشيء يجثم على صدري. قلت له اوكي، شنو هذا الشيء اللي يجثم انت تشوفه؟ قال اشوفه. قلت له شنو هو؟ يقول لي قطو اسود. قطو اي قطة، قطروزة، بسة، حسب ما الناس يقول جاثمة ولونها اسود، دائما تجثم على صدري وتحجم تحدد من حركتي، لا اقدر اتلفت يمين ولا يسار، لكن عيوني مبطلة اي مفتوحة، واشوف شو اسمه الساعة، وادري انه قاعد يمر وقت وكذا. الا انت تصحيني، واحد يصحيني، او اني انا ما يكون احد عندي فتاخذ وقت فالمهم قلت له هذا ما يسمى بالجاثوم. طبعا احنا اولاد ثقافات مختلفة، كون احنا في منطقة الشرق الاوسط، فاحنا ابناء الديانات كلها، ابناء الديانات الصابئة واليهودية والمسيحية وبالاخر الاسلامية. وفي الاسلام مذاهب مختلفة، سني وشيعي ودرزي وعلوي وسمعولي ومدري ايش، في مذاهب في العقيدة، وكل مذهب له بعض التعليمات اللي تختلف عن باقي المذاهب، بس مو هذه القصة فقلت له أنت اشرح لي شو اللي يصير معك. قال يا أخي بس أنام ونطفي الليت، نطفي اللمبة نسكرها الضوء، وألقى هالشيء هذا يقعد على صدري وما أقدر أقاوم، لا أتحرك لا يمين ولا يسار. فصراحة هذا الموضوع أثارني حيل وبعدين أنا نفسي مار بهذه التجربة سابقا أو على فترات متقطعة، فصراحة أثارني هذا الموضوع. فقلت من المعيب أن نكون إحنا صحفيين أو نعمل في السلك الإعلامي وما نستعلم عن هذه الأمور. أنا عندي قناعاتي الشخصية، وبنفس الوقت خضنا التجربة مثل ما خاض الآخرون، وهذا بصراحة شيء مرعب. أنا بس حاب أوضح للناس. خلينا نقول شنو الجن؟ الجن من جن الإيمان من قلبه، والإنس من ونس الله الإيمان في قلبه، أعتقد وإذا استمع نفر من الجن إلى كلام الله في آية قرآنية الحين فيما معناه، لأن رايحة من بالي الحين. خلينا نقول الجن مين أخطر علينا في الحياة البشرية اليومية؟ هل ما يسمى الجن ولا شياطين الإنس؟ لو حسبنا الحوادث، لو عندنا 1,000,000 شخص، لو افترضنا فينا
واحد من الإنس، يعني واحد بني آدم مثلنا، يعني هو يعني بطبعه شيطاني أو مشاغب أو مخرب أو شرير. فلو في مليون شخص وفي شرير واحد، هذا الشرير راح يأذي المليون لو احتك فيهم بشكل مباشر. أما يعني بشكل عملي ما شفت أنا جن واحد على حسب الروايات والأحاديث إنه يأذي مليون شخص، ممكن يأذي له شخص واحد في المليون. فإذا خليني يعني حسب قراءتي أنا للتجربة الحياتية، إن الجن هو من جن الإيمان من قلبه. خلاص أنا هذه قناعاتي. وهذا الإنسان اللي هو قادر إنه يكون حرامي يعني سارق وقاتل ومؤذي، فبطبيعة الحال هو يمشي يأذي، فهو أخطر من الوحوش المفترسة وأخطر من ما يسمى الجن بين قوسين يعني. والإنس من ونس الله الإيمان في قلبه. فأعتقد أن الأنس أو الونس، دائما احنا نقول فلان وجهه يا أخي يونس، أو وجهه مثلا مشرق أو كذا. نرجع لموضوع الجاثوم. الجاثوم حسب الكتب الأولين من التوراة والإنجيل، عند أهل التوراة من اليهود اللي هو الجن المؤذي، وعند الأخوان المسيحيين يسمونه الأرواح الشريرة. أما في الكتب الإسلامية ما ورد في القرآن شيء يدل على هذا الكيان ما يسمى في الجاثوم. فتابعت أنا الموضوع، يعني أقرأ في مكتبات معينة وأسأل مشايخ وأسأل. فظهر في معي كتاب لابن سينا اسمه القانون، أعتقد القانون، تكلم عن، وفقا طبعا تكلم عن الجاثوم بأنه هو حالة نفسية أكثر من هو يعني حقيقة شيطانية. حتى الباحثين من علماء في العصر الحديث اللي احنا فيه حاولوا يثبتوا نظرية علمية، وهي صراحة قريبة للمنطق. يعني فسرت أنا أن مثلا الإنسان يشتغل بعقلين، العقل الظاهري والعقل الباطني. العقل الظاهري اللي هو يشتغل فيه الناس في الحياة اليومية، أنه يقوم الصبح ويلبس ملابسه ويروح الشغل وهكذا ويرجع، هذا العقل الظاهري. والعقل الباطني يشتغل لما الإنسان يكون في حالة السبات والنوم، فينتج عنه حسب تجاربه في اليوم وأذية الحياة له. يعني إما يجي بحالات كوباس أو كوابيس، أو يعني يتأثر في ما حدث معه فيجي على هيئة أحلام. الحقيقة أنا قدرت يعني أوصل لفكرة، يعني إن في حالة لما نام الإنسان وكان بيصحى مرة ثانية يصير كالتالي: إنه كان ما زال العقل الباطني شغال وعقل الظاهري بيصحى، فصار في تضارب ما بين العقل الباطني والعقل الظاهري، فأيهما سيطر على الثاني. فالعقل الظاهري يتحرك في عضلاتنا وجسمنا في الحياة اليومية العادية، والعقل الباطني اللي هو يعني يتحكم في أحلامنا أو هواجسنا أو ما شابه ذلك. فأعتقد أنه يكون العقل الباطني ما زال شغال والعقل الظاهري بيشتغل، فأيهما أقوى في السيطرة، فيضعف العقل الظاهري عن التحكم في عضلات الإنسان، بينما العقل الباطني يكون ما زال مستمر فيه. هي تأخذ برهة أو ثواني، فيصير في حالة صراع ما بين أنا أبي أصحى أو العقل الباطني بيخليني نايم. أعتقد والله أعلم. فأعتقد أن الجاثوم هو يعني خلينا نقول إشاعة، ما بيقول كذبة، لأنه مو أنا اللي أحكم، إلا أن إحنا نرجع لعقيدتنا الإسلامية. ما ورد في القرآن وفي كل مذاهب المسلمين ما ورد، لأن إحنا نرد في الرأي والقياس أمورنا الحياتية إلى الدين، إلى القرآن أو إلى الحديث. يعني نستأنس في الحديث ونستأنس في القرآن. فالقرآن هو أكثر صدقا من الحديث، لأن فيه تأليف وتزوير في الحديث ما يكفي لتشويه الفكر الإسلامي. ففي النهاية أنا حتى أختم يعني بحالات كثيرة احنا يوميا نتعرض لها، ويوميا الناس تسألنا، ويوميا تصير مع الناس: يا أخي زارني الجن على هيئة جاثوم، جثم على صدري. يا أخي ما في دلالة علمية إلا يعني قرأ ابن سينا من ما يقارب 1000 سنة
وعلماء اليوم اللي أكدوا المعلومات العلمية هم ما قدروا يوصلوا يعني حقيقة يعني لاستنتاج معين، إلا أنه ما ثبت العكس. ففي الختام أنا أعتذر منكم، وإن شاء الله ما أكون طولت عليكم، لعلي أعطيتكم فايدة. والسلام ختام.